هل فرضت النوافل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أول الأمر فرض الله عليه قيام الليل على رسول الله وحده. ولما أراد قم الليل إلا قليلا. ولما أراد بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يقلدوه في هذا ما استطاعوا. هو للرسول تكاليف خاصة به هو؟ في قيام الليل كان قيام الليل في حقه في أول الأمر فريضة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا سيدنا النبي بس لرسول الله وحده. أمال من أين أتينا بقيام الليل؟ قيام الليل سنة سنه لنا عليه الصلاة والسلام، فقال لنا أيوة. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. فقيام الليل لا يعرف حلاوته إلا العباد، فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم ويقول فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. الله يا أخي وجوه أهل قيام الليل مختلفة. صحيح. لما سئل الحسن البصري ماذا نرى وجوه أهل قيام الليل نضرة، شوف انظر إلى جواب الحسن البصري، قال لأنهم خلوا بربهم فكساهم من نوره. الله.